السلام عليكم. الاسم ديالي صوفيا، في عمري 31 سنة. اليوم بغيت نشارك معكم القصة ديالي. هاد القصة فيها بزاف ديال العبر، وبغيت البنات كاملين ياخدوا منها العبرة وما يديروش نفس الاغلاط اللي درت انا كنت واحد البنت اللي ظريفة بزاف ومهبطة الراس كاع الارض. كنت حشومية وكنسمح في حقي. انا من اسرة متوسطة، ما عندناش وما خصناش. كما قلت لكم كنت انسانة حشومية، والناس كاملين كانوا كيضربوا بيا المثل. كنت كنقرا وكنرجع للدار بحالي بحال اي بنت. فاش وصلت للتاسعة، هنا فين غادي يخرجوا عليا صحاباتي، من بنت ظريفة لواحد البنت اللي ما مزياناش ماشي بمعنى اني خارجه الطريق، يعني بحال اندارت بيا. زرفوني صحاباتي، كانوا في الاول يبينوا لي بانهم بنات ظريفات وكيبغيو لي الخير، وكنت كنخرج انا وياهم. من بعد غادي نكتشف ان هاد البنات مبليات بالكارو، كيكميو الكارو. كل مره كيجيو لعندي وكيقولوا لي غير جربي، ما عندك ما تخسري. الصراحه حتى انا وليت كنجرب معاهم، حتى لقيت راسي مبليه بالكارو. شويه وليت كنكتشف عليهم بزاف ديال الحوايج، انهم خارجات الطريق، كيمشيو هكذا مع الدراري وكيعطيوهم الفلوس. قالوا لي علاش ما تبقايش ديري حتى انت بحالنا، ولكن انا رفضت. قلت لهم ما نقدرش ندير هذا الشيء. قالوا لي ما ديريش نفس هذا الشيء اللي كنديرو حنا، ولكن تبقاي غير تصاحبي وتدبري على راسك، ولكن حدي راسك في نفس الوقت. وقلت مع راسي علاش حتى انا ما نجربش ونبقى حتى انا نخرج ونتصاحب. وليت حتى انا كنخرج ونتصاحب مع الدراري، ولكن حاضيه راسي. حتى واحد المره تحت في واحد الشارف اللي كانت عنده 40 سنه، وانا ديك الساعه كنت مازال صغيره. هذاك السيد كنت كنخرج انا وياه، كنت اللي بغيتها كيوفرها لي، كيشري لي الحوايج والكتب اللي كيخصوني، كيعطيني الفلوس، وحتى من التليفون شراه لي بالتخبيه على دارنا، وقال لي تبقاي تهضري معايا بالتخبيه على داركم. وفعلا ديت هذاك التليفون للدار وكنت نهضر معاه بلا خبر دارنا، حيت الا عرفوا عندي التليفون غادي يقولوا لي منين جاك. وهنا فين غادي نتصيد ديال بصح، ان هاد السيد في الاول تهلا فيا وطمعني، ولكن في التالي غادي ياخذ الشرف ديالي. واحد النهار قال لي يلا نخرجوا، خرجني وداني لواحد البلاصه اللي بعيده وتكرفس عليا. قال لي انا غادي نتزوج بيك. من بعد كل مره كنقول له شنو غادي نديرو في هادشي اللي درتي، كل مره كيعطيني اعذار. من بعد قال لي سيري في حالك، انا راني مزوج وعندي 2 وليدات، سيري في حالك وما عندك ما تصوري مني. هاد السيد كنت كنعرف المحل ديالو اللي خدام فيه. واحد المره مشيت لهداك المحل ولقيتو ساد ومشى في حالته، ما بقاش تما. صافي عرفت راسي بلي دارها بيا. بقيت لمده 3 سنين وانا في دارنا، حتى من القرايه خرجت منها بسبب هداك المشكل اللي وقع لي. كل مره كنبقى نفكر في داك الشيء حتى مرضت نفسانيا، لدرجه اني بعض المرات كنكون واقفه حتى كنطيح. ما خلاو والديا فين داوني عند الفقهاء وعند الاطباء كيقولوا عندها ستريس وعندها الاعصاب، والمعده ديالها كتعصب وكطيحها، يعني عندي الاعصاب في المعده. حتى واحد النهار هزيت التليفون وعيطت في النمره ديالو، وكنتفاجئ بان هذيك النمره كتصوني. هدرت مع واحد السيد قلت له واش انت فلان؟ قال لي لا انا خوه. وهو يقول لي في كتعرفي خويا؟ قلت له لا، راني كنت واحد المره شريت عليه شي حوايج. واش مازال عنده الحانوت؟ حيت دوزت عنده هاد اليامات ولقيتو ساد. قال لي لا راه سد شحال هادي، وانا رجعت حليته. صافي ملي سمعت هذيك الهضره قلت ضروري خاصني نمشي لعندو ونقول له كلشي داكشي اللي دار فيا خوه.
واحد النهار وانا نمشي لعندو ولقيت خوه خدام، واحد السيد اللي ظريف ومؤدب، ماشي بحال خوه هذاك الشماسه اللي ضيعني في شرفي. يلاه مشيت لعندو سلمت عليه، قال لي شكونتي اختي؟ قلت له انا اللي عيطت لك في التليفون، كنت كنتقدم من عند الاخ ديالك هذه مده 3 سنين. قال لي الاخ ديالي مشى لبرا وانا هو اللي وليت مكلف بهذا المحل. قال لي الا بغيتي اي حاجه مرحبا، حتى انا بحالي بحال خويا كنتعامل مزيان مع الكليان. بغيت نقول له هذاك الشيء اللي دار فيا خوه ولكن ما قدرتش، وكل مره كنبغي نقول له ولكن كنتردد. وليت مره كنمشي لعند خوه نتقدم من عنده الحوايج. واحد المره وانا نقول لخوه عافاك بغيت نطلب منك واحد الطلب، بغيت نخدم، واخا نخدم معاك نشد لاكيس ولا نست في السلعه، المهم اي حاجه نديرها، المهم انني نخدم. ولكن انا ما بياش الخدمه، بيا غير نشوف خوه، بغيت ننتقم منه. قال لي مرحبا اجي تخدمي معايا تست في السلعه ولا ما كنتش تدي لاكيس في بلاصتي. صافي خدمت معاه، بقيت خدامه معاه مده عامين وانا خدامه معاه. واحد النهار كنتفاجئ بان السيد قال لي كتعجبيني وباغي نتزوج بيك وانتي بنت الناس. قلت هذه هي الفرصه، خوه دار الغلطه وهذا يصححها. بقيت انا وياه على علاقه لمده عام كنهضروا بيناتنا. واحد النهار جاب والديه وخطبني من دارنا، درنا الخطوبه وما بقيناش بزاف وغادي نديرو العرس. هنا فين بقيت كنفكر بزاف شنو غادي ندير في ليله الدخله، حيت البكره ديالي مشات لي، السبب هو خوه. المهم عقدت انا وهذا السيد، وقال لي خوه ما ديرش العرس حتى نجي انا. بقات 15 اليوم العرس ديالي وهو يجي خوه، غير شافني وتصدم صدمه بحال ضربته بشي تصرفيقه، بقى غير مصدوم. حتى اللي كانوا دايرين به خوتو عائلته قالوا له مالك واش كتعرفها؟ قال لهم لا ما كنعرفهاش. سلم عليا وجلس عادي. فاش جيت ماشيه لدارنا تبعني وقال لي شنو درتي المسخوطه، واش بغيتي تنتقمي مني وتزوجي بخويا؟ قلت له لا ماشي باغي ننتقم منك، ولكن هادشي اللي كتاب، انت درت الغلط وخوك غادي يتحمل المسؤوليه ديالها. قال لي لا والو، خاصك ضروري توقفي هادشي، قولي لهم انا ما بقيتش باغياه. قلت له ما يمكنش، صافي انا درت العقد واللي عطا الله عطاه. نهار العرس ما كذبش عليكم داز عليا بحال الجنازه، كنفكر غير في ليله الدخله شنو غادي ندير، بحكم انه كما قلت لكم البكره ديالي مشات لي. هو جا لعندي يعني خو راجلي وقال لي ما تضربي حساب انا غادي نفكك من هذا الشيء كامل. قلت له شنو غادي دير؟ كيفاش غادي ندوز ليله الدخله وانت راك عارف شنو كاين؟ قال لي غير كوني هانيه. صافي ليله العرس داز العرس بخير ولا خير. طلعت انا وراجلي بحال اي وحدين متزوجين، دخلنا وجلسنا في البيت حتى كنسمع الدقان في الباب. كنتفاجئ خوه جا كيدق عليه، قال لها صاحبي جيت ودخلت. ما جيت سولتني ما حتى شي حاجه، بحكم انك ما عندك لا تجربه ولا والو، خاصنا نوريوك كيفاش دير. هو بغى غير يبعدو ديك الليله، داه ما عرفت فين داه. بقيت جالسه بوحدي في البيت كنتسنى في السيد يجي. جا حتى ل5 ديال الصباح، جاني كاو سكران ما عاقلش على راسو. قال لي هنا فين غادي تستغلي الظرفيه، ديري معاه علاقه وديري الدم وقولي له هذا هو الصباح ديالي. داكشي اللي درت. السيد ما عاقل على حتى شي حاجه. المهم كما كنقولوا تفليت عليه وداز هذاك الشيء. الصباح ناض وباس لي راسي وقال لي سمحي لي على البارح، حيت داني خويا وما عقلتش على راسي، واش شربت ولا شنو درت، ما بقيتش عاقل على حتى شي حاجه. فات هذاك الشيء بخير ولا خير، عاد ارتحيت نفسانيا وقلت الحمد لله ملي فات داك الشيء بخير ولا خير. ولكن المشكل ديالي ماشي في هذا الشيء، المشكل ديالي فاش غادي ندوز واحد العام مع الزوج ديالي، ان اخوه ولا كيهددني وقال لي خاص ضروري تبقاي ديري معايا علاقه. انا الحمد لله
ما عمرني ما درت معها علاقة محرمة، ولكن كل مرة كيهددني، كيقول لي الا ما درتيش معايا علاقة غادي نفتحك قدام خويا وقدام العائلة. انا عييت بالتهديدات ديالو. كنتمنى من خوتي اللي سمعني ينصحني شي نصيحة. شنو غادي ندير مع هاد السيد؟ ما خلانيش نعيش انا والزوج ديالي مرتاحين. كل مره كيهددني، كيعيط لي في التليفون، كيقول لي الا ما بغيتيش ديري هاد الشيء غادي نفتحك قدام خويا. هذه هي قصتي، وكنتمنى اي واحد يسمعها ينصحني شي نصيحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.